في مره ست كده كانت بتقولي على جوزها انا مش فاكره اخر مره قعدنا واتكلمنا بروقان كده كان امتى. دايما واحنا بنتكلم بيبقى كل واحد بيعمل حاجه، سواء بقى ماسك التليفون او مشغول باي حاجه، دايما بيبقى فيه سرعه كده ولهوجه في الكلام. كلام الست ده معناه ان الحضور مش بوجود الناس وزحمتهم حواليك، ولكن بحاجه كده اسمها المواجده، اني اسيب اللي بعمله واقعد عشان اسمعك، وعيني شايفاك من جوه قبل من بره، وابقى حابه ان انا اسمعك، مش عشان يعني زهقانه ولا مضطره ولا ان انا بجاملك، اني اقول لك الحلو اللي فيك وقت ما احس انك نفسيا واقع. اللي قدامك كمان بيحس انك سامعه لما تتفاعل معاه، انك مثلا تقول له ايوه انا فاهمك، عندك حق، انا حاسه باللي انت بتقوله، كلام من ده يعني. وانه لما يبقى بيحكي لك وتحس انه محتاج طبطبه او محتاج كلام حلو او يعني مساعده باي نوع، تبقى شايف ده في كلامه. وتلاقي سيدنا النبي لما بيسالوه عن سر حبه للسيده خديجه حتى بعد ما ماتت، فيقول امنت بيا لما كفر بيا الناس، وصدقتني لما كذبني الناس، ووستني بمالها لما الناس حرمتني. وكأن النبي بيقول ان هي كانت عارفه الخير اللي فيا وفي رسالتي. عشان كده من اعظم الحاجات اللي ممكن تقدمها لاي شخص